اليوم غادي نعاود لكم على واحدة من أبشع الجرائم اللي ممكن تدوز على أي إنسان في حياته. للأسف واخا وقعت هاد الجريمة من شحال هادي، إلا أن كل دار عراقية مازال عاقل عليها بحال اللي وقعت غير البارح، من كثرة ما كانت كتخلع ومؤلمة. الهدف من الحلقة اليوم هو أنك تفيق وتعرف أن في هاد الدنيا كاينين شياطين في صفة بنادم، وكاينين ناس مريضة نفسيا عايشين وسط منا. نعلمكم باللي التفاصيل ديال هاد الحلقة صعيبة بزاف، فإلا كانوا دراري صغار حداك من الأحسن تبعدهم. ما نطولش عليكم، نقولوا بسم الله ويلا نبداو. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو اليوم في قناة عجائب الناس. قصتنا بدات في العراق سنة 2006 وبالضبط في العاصمة بغداد. كانت عائلة عراقية كيوجدوا العرس ولدهم، فالدار كانت عامرة وكل شي فرحان، وكانوا أجواء ديال الضحك والنشاط. الأب قال لولده وجد راسك حيت اليوم غادي نمشيو نجيبوا العروسة ونزوجوكم. وبالفعل العريس وجد راسو ولبس اللباس تقاليدهم وركب في الطوموبيل ديالو مع عائلته وعمامو صحابو وحتى جيرانو وحتى الوليدات الصغار. مشاو معاه في موكب ديال الطوموبيلات كبير غادي لدار العروسة اللي كانت في مدينة أخرى بعيد على بغداد. تخيلوا معايا أن هذا الموكب كانت فيه أكثر من 10 طوموبيلات وما يزيد على 70 واحد، رجال وعيالات وحتى وليدات صغار. وهذا النوع ديال العادات معروف عند بعض الدول العربية، فبحال العراق من عاداتهم أن العريس كيدي معاه العائلة كاملة وكيمشي يجيب العروسة، فكيكبر بها بأنهم كيمشيو بزاف ديال الطوموبيلات وهما غاديين وكيغنيو وكيزغرتوا، وكيبقاو هكا حتى كيوصلوا للدار اللي فيها العروسة. كيلقاو عائلتهم حتى هما مستقبلينهم بالزغاريت والغنا والشطيح. مني وصلوا خرجت عندهم العروسة وركبات مع العريس باش يرجعوا لدار العريس البلاصه فين غيكملوا فيها العرس، وهادشي كامل وراهم كاع دوك الطوموبيلات. وفعلا رجعوا العرسان وعائلتهم للدار، وهما راجعين وصلوا لواحد المنطقه سميتها الدجيل. من قربوا لهاد البلاصه شاف العريس شي حاجه غريبه قدامه، وقف الطوموبيل ديالو وبطبيعه الحال الطوموبيلات اللي وراه كاملين وقفوا. اكثر من 10 ديال الطوموبيلات وقفوا وكل شي بدا كيسول شنو واقع. نزل العريس من الطوموبيل ديالو وتبعوا العائله والناس اللي معاه. شافوا قدامهم بزاف ديال الناس مجموعين وسط الطريق كانوا حابسينها. مشى العريس عند واحد من هاد الناس وسولو شنو كاين، علاش مجموعين وسط الطريق؟ ياك لاباس. جاوبوا الراجل وقال ليه هاد البلاصه مقطوعه من شحال هادي وكاين بزاف ديال الاشاعات كتقول انها خطيره، ولكن ما كناش متيقين حتى شفنا بعينينا. لقينا الغام وعبوات ناسفه وقنبول كان مزروع في الطريق. الجيش الامريكي هو اللي دار هاد الشيء هنايا، يعني كان مستحيل يدوزوا من ديك الطريق باش ما يغامروش براسهم بطبيعه الحال. رجع العريس عند عائلته قال لهم غير خصنا نبدلوا الطريق، وفعلا الموكب ديال الطوموبيلات كاملين اللي تابع العريس بدلوا الطريق ومشاو من بلاصه سميتها قريه الفلاحات، واللي كان هذا الطريق كيربط بين الموصل وبغداد. وهما غاديين لقاو قدامهم نقطه تفتيش اولا براج العسكر اللي كلهم كانوا هازين سلاح. شيروا العريس وقالوا ليه هبط من الطوموبيل انت والناس اللي معاك. وقفوا كاع الطوموبيلات ونزلوا الناس، واخا كانوا باينين فيهم انهم ناس عاديين وجايين من عرس، ولكن مع ذلك هبطوهم. بداو كيحققوا معاهم وقال لهم واحد من دوك العسكر خرجوا كاملين لاكارت ناسيونال ديالكم باش نديروا تفتيش. وبالفعل داكشي اللي داروا، بداو العسكر كيقلبوهم واحد بواحد. شويه جمعوهم كاملين وهما يقولوا لهم نورمالمون ما خاصكمش تدوزوا من هذا الطريق، ولكن الا بغيتوا تمشيو لبغداد انا غنعاونكم في سبيل الله، غنركب معاكم في وحده من الطوموبيلات باش ندوزكم لواحد الشارع اخر ما غتلقاوش فيه البراجات، حيت الا مشيتوا من هذا الطريق غتلقاو بزاف د البراجات العسكر وغيبقاو يوقفوكم وغادي تعطلوا. وفعلا ركب معاهم في الطوموبيل ومشى معاهم، وصلهم لواحد البلاصه خاويه فيها مسجد واحد فقط. ولكن الغريب في ديك البلاصه انه كانوا بزاف د العسكر هازين سلاح وكانوا كاملين جايين جهتهم قاصدينهم، وكل واحد فيهم بدا كيوجه سلاحه لجهه الناس اللي في الطوموبيل وبداو كيغوتوا عليهم هبطوا من الطوموبيلات ولا غنقتلوكم كاملين. طبيعه الحال العريس استغرب من اللي واقع وما فهم والو. هبطوا الناس اللي في الطوموبيلات كاملين، رجال وعيالات وليدات صغار، وهما مصدومين وخايفين وما عارفين شنو تابعهم، ولكن ما قدروا يديروا حتى حاجه حيت العدد العساكر كان كبير بزاف
وكلهم كانوا هازين السلاح. ما بقى قدامهم حتى حل من غير انهم يستسلموا وخا كانوا غيموتوا بالخلعه. واحد من دوك العسكر بدا كيغوت على اللي معاه وكيقول ليهم فرقوهم، الرجال بوحدهم والعيالات بوحدهم والدراري الصغار بوحدهم. وفعلا بداو كيفرقوا فيهم، جمعوا الرجال في بلاصه والعيالات في بلاصه والدراري الصغار في بلاصه. كان المنظر مؤلم وصعيب بزاف، كيفاش كيجبدوا الوليدات من عند والديهم بزاز عليهم، العيالات كيغوتوا والدراري الصغار كيبكيو على جهتهم، والروينه كانت في ديك البلاصه. ولكن دوك العسكر والو، ما كانش في قلبهم ذره رحمه. وفي هاد الوقيته كانت الحرب في العراق، فكانت مرونه عندهم وما كانش عندهم الامان. ناضوا دوك العسكر وشدوا الرجال كاملين، ربطوا ليهم يديهم ورجليهم وغطاو ليهم عينيهم وبداو كيهددوهم، الا فكر اي واحد فيكم يدير شي حاجه غنتيريو فيه وما غنعقلوا على حتى حد، فديروا كاع داكشي اللي كنقول لكم بلا مشاكل وبلا صداع. وبالفعل الرجال كاملين كانوا مستسلمين وداروا داكشي اللي قالوا لهم. خداو الرجال وعينيهم مغطيه وبقاو جارينهم، ما كانوش بساكن عارفين لا فين غادين ولا شنو غيكون مصيرهم. من غير الهضره اللي سمعوا من عند العسكر كيقولوا انهم غيديوهم لدار شي حد سميتو الشيخ محجوب. وبالفعل بقاو غادين بهم توصلوا لواحد الدار كبيره اللي كانت تابعه لهاد الشيخ محجوب. دخلوهم بقاو جالسينهم في ساحه كاينه وسط الدار مربوطين ولا حول لهم ولا قوه. من بعد جاو العسكر وحيدوا لهم الباندات من عينيهم، وبدا الشيخ كيسول كل واحد فيهم شكون انت، شنو سميتك وشنو خدمتك ولأين طائفه كتنتمي. وفي نفس الوقت كان واحد من دوك الجنود هاز كاميرا وكيسجل كل شيء واحد بواحد اش كيكون. من بعد بس على داك التحقيق اللي داروا لهم عطى الشيخ محجوب امر وقال لهم خرجوهم من هنا. وبالفعل بداو العسكر كيجروا في دوك الرجال وكيخرجوهم من الدار وهما مساكن ما عارفين لا فين غاديين ولا شنو كيتسناهم. مشاو بهم مسافه طويله وغير في الخلا حتى وصلوا قدام واد سميتو نهر دجله، وهنا كانت النهايه المأساويه. العسكر وجدوا السلاح ديالهم وجلسوا الرجال على ركابهم وبداو كيصفيو عليهم واحد بواحد. بدا القرطاس كيتشاير والرجال كيطيحوا في داك الواد واحد من ورا الاخر. الواد ولا احمر بكثره ما تخلط بالدم ديال دوك الشباب ورجال اللي ما عندهم حتى ذنب. كل واحد فيهم كان كيشوف خوه وباه وعمو كيموت حداه ومو كيتسنى الدور ديالو واحد ورا الاخر حتى قتلوهم كاملين. كانت مجزرة وكان منظر مؤلم بزاف، وانا متاكده ان اغلبكم بدا كيعرف شكون هما هاد المسلحين وشنو الهدف ديالهم من داكشي اللي داروا. في البدايه كنت قلت لكم بلي هادشي وقع في 2006، وفي هاد الوقيته كانت العراق كدوز من أسوأ الفترات ديالها بسبب الفتنه الطائفيه والحرب اللي فرقات بين الناس والاختلافات الدينيه اللي خلات السلاح يولي في ايد المجرمين. دوك العسكر ما كانوش تابعين للدوله، كانوا ارهابيين، كانوا مرتزقه، الهدف ديالهم كان هو القتل بسميه الدين. فاش سالاو وقتلوا كاع الرجال بقى غير العريس. واحد من دوك المجرمين قالوا هو كيضحك بلاتي هذا بالضبط ما تقتلوش، خلينا نديوه للشيخ. في ديك اللحظه العريس حس براسو بحال الا كيحلم. صحابو عمامو ناسو كاملين تقتلوا قدام عينيه، الجثث ديالهم مرميه وشي فوق شي والماء ولا احمر بدمهم، وكان متاكد ان حتى هو غادي تجي لوبته وغادي يموت بحالهم. ولكن السؤال هو علاش انا بالضبط خلاوني، شنو بغاو مني؟ خداوه معاهم ومشاو بيه مره اخرى لدار الشيخ محجوب، خلاوه تما ورجعوا هما للمجموعه الثانيه اللي كانوا فيها الوليدات الصغار. جابوهم كاملين ويديهم مربوطين لك الواد نهر دجله. تخيل معايا ان وليدات صغار واقفين كيشوفوا في الجثث ديال بواتهم وخوتهم وعمامهم مليوحه في الماء. قلبهم غيوقف بالرعب من داك المنظر، بداو كيبكيو وكيطلبوا في دوك العسكر عافاكم خلينا نرجعوا عند مواتنا، شنو درنا لكم؟ ولكن المجرمين ما كان عندهم لا قلب ولا رحمه، ما تيراو فيهم ولا قتلوهم، لا بداو كيلوحوا فيهم في داك الواد واحد ورا الاخر كيغرقوهم. الهدف ما كانش الموت بوحده، الهدف كان انهم يعذبوهم قبل ما يموتوا ويبقاو يشوفوا الرعب في عينين دوك الوليدات تتخرج روحهم. ومن بعد ما تاكدوا بلي كلهم غرقوا ماتوا مشاو للمجموعه الثالثه العيالات، جروهم وهما مربوطين وخايفين وما عارفينش ولادهم ورجالاتهم فين كاينين. بداو كيدخلوهم وحده بوحده وكيتعداو عليهم. كل مرة كانوا كيدوزوا عليها كاملين
بالعنف والمعيور والضرب والاغتصاب. منظر كان كيضر في الخاطر ان خوك المسلم ولا كاع نقولوا العربي كيدويو بجوج نفس اللغه يعذبك هكا بلا رحمه. تخيل معايا ان مرة قتلوا ليها راجلها وغرقوا ليها ولدها، وفوق هادشي كيتعداو عليها بطريقه وحشيه. من بعد ما سالاو من الاعتداء مشاو للعروسه وخداوها حتى هي ودازوا عليها كاملين حتى ما بقاتش فيها الروح. ومن بعد ما سالاو جمعوهم كاملين وداوهم لداك الواد نهر دجله، خلوهم يشوفوا الجثث ديال رجالاتهم دمهم اللي رد المحمر، وعرفوا ان ولادهم كاملين غرقوا. ومن بعد ما سالاو داك التعذيب النفسي اللي داروا ليهم وجدوا السلاح ديالهم وبداو كيطلقوا في القرطاس عليهم وحده ورا وحده حتى سالاو. وغير العروسه اللي بقات حيه كانت مسكينه حتى هي كتسنى ديك رصاصه الرحمه، كانت باغيه هادشي سالي بغات حتى هي تموت بحالهم. ولكن المجرمين كانوا موجدين لها مصيبه كبر. قال واحد فيهم حتى هادي ما نقتلوهاش، نديوها للشيخ. وبالفعل خداوها وداوها للشيخ ديالهم محجوب. وهكا دمرات عائله كامله 70 واحد، رجال وعيالات ووليدات صغار، كلهم ماتوا الا العروسه والعريس بقاو بوحدهم. هاد المجرمين خداو العروسه والعريس وقالوا لهم الا ما قتلناكمش راه ماشي رحمه فيكم، راه غادي نلحقوكم عليهم، غير هو حنا غنتسناو الشيخ المفتي محجوب يورينا الطريقه الصحيحه حسب الشريعه باش نقتلوكم. خداو العروسه والعريس المسجد كاين في منطقه دجله سميتو مسجد بلال الحبشي، ومع دخلوهم المسجد لحوهم في الارض وربطوا يديهم ورجليهم. ودخل راجل بلحيته كيقولوا ليه ابو ديبي، وهاد ابو ديبي كان من اصل مصري. جاو دوك الوحوش وقالوا ليه يا سعاده الشيخ بغينا فتوى ديال الموت تحلل لينا نقتلوا هاد الكفار. قال لهم هادي ماشي اول مره، فانا كنحلل ليكم تقتلوا هاد الكفاره. فناض عسكري ووجه السلاح جهه العروسه، وناض واحد اخر ووجه السلاح جهه العريس. هو يقول لهم ابو ديبي لا بلاتي حبسوا، ماشي هكا نتوما غتريحوهم، خاصكم اول حاجه تعذبوهم قبل ما تقتلوهم وتشفيو صدور قوم المؤمنين لعنهم الله. هاد الناس ما كيمثلوا لا دين لا طائفه ولا حتى بلاد، هاد الوحوش كيمثلوا نفوسهم المريضه. ما كايناش ديانه كتقبلها التصرف الحيواني اللي ما يقبلوش حتى هذاك اللي ما عنده حتى دين. عاد واحد مسلم كيعبد اله النفس عنده عزيزه. وصلنا دابا لاصعب جزء في القصه. خدا عسكري ولا نقولوه ارهابي العروسه وهي مربوطه وراجلها كان تا هو مربوط، وبدا كيتعدى عليها قدام راجلها وفي المسجد. البنت كتبكي وكتحاول تبعده وراجلها كيغوت باش يبعد منها وكيغمض عينيه حيت ما قدرش يشوفهم كيعذبوها هكاك. وكان عسكري اخر كيحل ليه في عينيه وبزز منه باش يشوف اش كيطرى لمرته. بعد ما تعدى عليها خلاها هكاك بلا حوايج في المسجد ولحمها كامل عليه اثر ديال الضرب والاعتداء. ومشاو وجاو الغد ليه وجا واحد اخر وتعدى عليها قدام راجلها، والنهار الثالث نفس الحاجه والرابع نفس الحاجه. هادشي بقى لمده 8 ايام ديال العذاب بالليل وبالنهار. حتى النهار التاسع عاد قرروا يقتلوهم. جاب واحد منهم منشار ومشى عند العروسه وبدا كيتفنن في تقطيعها قدام راجلها وهي كتغوت. تخيل معايا انهم قطعوهم حيين، خلاوها كتنزف في بلاصتها. وجا الدور ديال راجلها اللي محتاجوا ليه شدوه لا والو، كان مسكين استسلم وكاع ما قاوم بحال اللي كان كيتسنى في الموت حيت كان كيشوفها ارحم ليه من داك العذاب اللي كيعيش. وبداو كيقطعوا فيه حتى هو وكيتفننوا كيستمتعوا حتى ماتوا بجوج الله يرحمهم. نمشيو للجهه الاخرى اللي هما عائله العريس والعروسه اللي ما مشاوش معاهم واللي بقاو في بغداد كيتسناوهم. حاولوا يتواصلوا مع شي حد فيهم والو، اكثر من 70 واحد ما عرفوهم فين مشاو عند البوليس وديكلاراو وبقى كلشي كيقلب عليهم، ولكن ما لقاو حتى معلومه توصلهم ليهم. حتى واحد ما كان عارف المجزره اللي وقعت. داز عام وعامين و3 سنين وعائلتهم صافي فقدات الامل وقالت باللي طرات لهم شي حاجه في الطريق ولا يمكن قطعوا الحدود وماتوا. ولكن كيف قلت لكم الروح عزيزه عند الله. وصلت سنه 2011 كانت قوات عمليات بغداد دايرين عمليه تفتيش
عادية روتينية. داز حداهم راجل وشكو فيه وحسوا باللي ماشي هو هذاك، بداو كيسولوه اسئله عاديه ولكن حسوا باللي بحال اللي خايف ولا مخبي شي حاجه. فالضابط قال ليه هبط من الطوموبيل وعطى للضباط الاخرين امر باش يقلبوا الطوموبيل ديالو كامله، وهو كيقلب فيه خدا ليه التليفون وبدا كيقلبو. وهنا شاف الصدمه، لقى فيديوهات فيهم رجال مربوطين حتى واد، ولاد كيعرقوا ودم كتير. سولو الضابط قال ليه شنو هاد الفيديوهات؟ فهنا الراجل تبدل فيه اللون وما عرف ما يدير. فشدوه الضباط وبقاو عليه حتى دوا وقال لهم كل شيء بالتفصيل. قال له انا سميتي فراس وحنا جماعه مسلحه من 34 واحد، وهادو فيديوهات ديال عائله لقيناهم دايزين من طريق كنا زارعين فيها القنبول باش نصيدوهم ونجيبوهم عندنا. خلفناهم وديناهم عند المفتي باش نشوفوا شنو غيقول لنا نديروا لهم، وداكشي اللي كيقولوا لنا كنطبقوه. الضابط قال ليه يعني هذه اول عمليه درتوها؟ المجرم سكت وهبط راسو، ما قدرش يدوي حتى زيروه مزيان وهو يقول لهم هذه ماشي اول عمليه، حنا درنا بحال هاد العمليه 14 مره، وخلاوه يعترف بكاع افراد العصابه الارهابيه وبسمياتهم، وشدوا 15 مجرم من دوك 34 ومنهم داك رئيس العصابه الشيخ محجوب، وعاودوا للبوليس كاع داكشي اللي داروا. تحكم عليهم بالاعدام شنقا 16 شهر 6 2011، يعني من بعد 6 سنين من ديك المجزرة اللي داروا. وراها عراق كانوا داروا تمثال عروس الدجيل تكريما ليهم، ولدابا باقي العراقيين عاقلين على هاد المجزرة. وإلا بغيتو تعرفوا كتر راه كاينين دوك التسجيلات اللي داروا دوك المجرمين، غتلقاوهم في يوتيوب ولا في جوجل. انا ما قديتش نحطهم من بشاعة المنظر. وانت كتشوف هاد الفيديو من دارك وسط عائلتك بلا ما تسمع لا قرطاس، بلا ما تخاف على راسك ولا على ناسك، قول الحمد لله. راه كاينين ناس بحال هاد العائله كان ذنبهم الوحيد انهم فرحوا بولدهم في نهار عرسه وتلاقاو وحوش كيلعبوا بالدين وكيستعملوا غطاء باش يبرروا الاجرام ديالهم، ولكن الدين بريء منهم، والاسلام ما عمره كان فتنه ولا قتل ولا اغتصاب. هادو ماشي بشر، هادو مرضى بالشر. وهنا كتكون سالات القصه ديالنا. نتمنى انها تكون عجباتكم. ما تنساوش تخليو لي رايكم في الكومونتيرات. السلام عليكم.